السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ حيران على الغدا النهارده ومش عارفه تعملي ايه؟ يلا قومي هاتي نص كيلو بانيه يكون موجود عندك في التلاجة. اكيد في التلاجة في حاجه، يا بانيه يا اما شيش يا اما اي حاجه موجوده. طلعي نص كيلو بانيه. انا لقيت هنا عندي حوالي كيلو الا ربع من البانيه. طلعت كده ونقعته وصفيته وعملته شرايح، دقيته ايه كده، ايه دقيق اللحمه كده. مدق اللحمه ما اخدش معايا ثواني، لان العامل الشرايح بتاعه البانيه عاملها يعني بصراحه متقنها يعني. واخدت الشرايح اللي كانت ايه فيها سمك شويه كده، ورحت ايه حطها في طبق لوحدها. احنا عندنا الاغلبيه بيحب المقلي والمقرمش، والباقي بيحب الايه الشوي. هاتي كده بوله وحطي فيها بالظبط. حطيت للكيلو الا ربع بشرت بصلايه وسط، تمام، او بصلتين صغيرين، فص ثوم، وكمان معلقه من الصلصه يا هلا بتخليها روعه وجميله جدا. ومعلقه من صغيره من 7 بهارات، كركم، بابريكا، وكمان شويه ايه ورق لورا مطحونين، بيبقى ريحته رهيبه جدا جدا. وطبعا عندي الثوم باودر، بصل باودر، الحاجات دي كلها بدعي بقى زي ما انت عايزه. وملح، ومسكت ليمونتين بقى عصرتهم زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب تقليبه حلوه كده. بسم الله اهو، كله يتخلط مع بعضه كده. الريحه جميله يا جماعه جدا جدا جدا. الناس اللي عايزه سبايسي بتحط معلقه من الشطه الحمراء زي حالتنا كده. الناس اللي مش عايزه مش بتحط. هتبداي بقى وهتاخدي كده شرايح البانيه بتاعتك، هتغمريها في الصوص الحلو اللي انت عاملاه بايدك دوت، تمام اهو. ولا صويا صوص بقى ولا تبس رمان ولا تكلفه ولا اي حاجه، احنا الصوص بتاعنا رباني. هتحطي الشرايح كده فوق بعضها اهو كده، وتحطيها كده صفه كده فوق بعضها، غيره كل بقى مع بعض. دلوقتي يا حبايب زي ما انتم شايفين، مش عايزه اقول لك الريحه جميله، والله الريحه فعلا ديليشس جدا. بصي بقى، انا كل ده غمرته في الصوص اللي انا عملته، البصل والطماطم وفص الثوم والتوابل بتاعتي. 7 بهارات، معلقه صغيره من 7 بهارات، ونص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، بصل باودر، ثوم باودر، كل ده انصاص معالق صغيره، والملح بتاعك. ولو عايزه يبقى سبايسي بتحطي شطه عليه او على الخلطه بتاعه التحمير. وادي خدنا شويه من الصوص ده وعملنا بيها اللي هينشوى. عايزه اقول لك ان الخلطه دي للشوي روعه جميله جدا جدا، حتى لو كنت هتعملي بيها استيك. شايفه الجمال؟ نسيب الكلام ده بقى، كل ما هتسيبيه كل ما هيبقى الطعم فيه. يعني انا هسيبه حوالي ساعتين في التلاجة، وهحضر دلوقتي الخليط بتاع التحمير. فيجيتار بقى، بقسماط، اللي عندك اللي موجود. دلوقتي انا حطيت البانيه بتاعي في التتبيله وسبته في التلاجة. جبت هنا بقى خلطه التحمير دي بقى راجعالك انتي. يعني انا عندي هنا فيجيتار حطيت، وعندي معلقه من البقسماط مطحون، وكمان معلقه من الفيجيتار سبايسي، احنا بنحب الحاجه السبايسي، ومعلقه من النشا. الكلام ده كله هخلطه على بعضيه، تمام. مش هحط عليه ملح ولا توابل لان انا متبله البانيه بتاعي كويس. كل ده هخلطه كده، تمام، زي ما انتم شايفين كده. هاجي هنا معايا بيضه، ومعايا حوالي ربع كوبايه حليب اهو، عشان يبقى كله في طبق واحد كده ما اعملش نفسي دربكه. هحط على البيضه واللبن شويه من الفلفل الاسود، تمام. هبدا بقى اربها كده لحد ما ايه تمتزج وتختلط مع بعض مع اللبن. يبقى اللبن مخلوط مع البيضه وشويه الفلفل عشان ما يبقاش فيه زفاره في البانيه بتاعي، تمام. انا كده خلطتها كويس اهيت. ومعانا هنا الايه، يعني الطبق دوت بينفع معايا في ان بيبقى الاتنين مع بعضهم كده، ما بيعملوليش كراكيب ولا حاجه خالص، تمام. هيبقى عندي بقى زيت
في الطاسه بتاعه القليه او في التحمير، او شوفي بقى انت هتعمليها في الفاير او هتعمليها. انا عن نفسي بعملها في الصينيه بتاعتي بتاعه التحمير، حلوه قوي، بتطلع الحاجه جميله جدا على النار، وبطلع الحاجات بتاعتي كده ايه متحمره وبتبقى متصفيه مفيهاش اي زيت. دي بقى بترجع لست البيت في المطبخ بتاعها. هنا بقى انا هجيب البانيه بتاعي، وهجيب شبكه بتاعت اللي بفضي عليها الكيك، او شبكه بتاعت الشويه العاديه. هرص عليها البانيه عشان يبقى فيه الشكل بتاع القرمشه لما بتتحمر بتاخد الشكل كده، بتبقى رائعه جدا جدا. تمام. دلوقتي بقى يا حبايب، بعد ما سبت البانيه بتاعي لمده ساعتين في الخلطه بتاعته، دلوقتي بقى هجيب كده قطعه البانيه، هغمرها في اللبن والبيض كويس جدا كده، واصفيها طبعا كويس. تمام، عشان خلطه التحمير بتاعتي ما تعملش تكتلات كده. انا مش بحط ايديا عشان حتى بالجوانتي، عشان خاطر ايه ما تاخدش الخلطه كده تتلم فيها. فالشوكه يعني بصراحه بجد بتبقى حلوه قوي في الحاله دي، زي ما احنا شايفين كده. زيت غزير على النار بقى كده. تمام. اول ما بيبقى في مرحله الغليان كده، بروح على طول بحط ايه البانيه بتاعي. دلوقتي بقى هاخد البانيه بتاعي على التحمير كده، لما اتاكد ان الزيت غلى. طبعا انا عايزه النار بتبقى عاليه في بادئ الامر كده، عشان ياخد وش من فوق ومن تحت كده. تمام. بعد كده بوسطنها، مش بهوتها، لا بوسطنها. دلوقتي انا غيرت البانيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني ما شاء الله، بجد بجد الخلطه والخبر سامعين ما شاء الله متماسكه كده، لو مشينا بنفس الخطوات كده بقى تاخد الوش تاني. حاجه للشوي بقى، انا جبت الجريلا هنا ودهنتها زيت. ابدا بقى انزل الخلطه دي بتقول انها سخنه. ابدا احط بقى قطع الشاي، حتى تحط بقى جنبها خضار، جزر، اي حاجه، بطاطس، كوسه، فلفل، براحتك بقى خالص. زي ما انتم شايفين اهوت السلكه او الشبكه طلعت عليها التحمير اهو، زي ما انتم شايفين. شوفوا ازاي قابل يا جماعه، انا عايزه اقول لك قابل ازاي. بصوا ما شاء الله، الكفر ناشف كده وجميل، ومن جوه بقى جوسي وحكايه. الشبكه دي او السلكه دي بتحافظ ان كل الزيت بقى اللي ما عندهاش فناجيل بقى مطبخ وخلطانه والكلام ده، شايفه الزيت بينزل ازاي، الزيت كله بينزل هنا. وغير كده بتحافظ على قوامها وقرمشتها. هنا بقى الشوي اللي زي ما انتم شايفين قطع البانيه بسيطه اخدت علامه الجريل اللي هي ما شاء الله شكلها فعلا تحفه، فعلا فعلا يعني. بصوا بتاكل الطعام بتاعها او الاكل. ودلوقتي حبايب البانيه المقرمش بتاعنا الله، اللي بيقولي لي بقى المحلات بره بيديك قطعه صغيره قد كده وبيقول لك 200 و100 وكلام غريب واسعار غريبه جدا. لا، اعمل بايدك انت واوفر واحسن بكتير. وكمان المشوي اللي بقى يقول لك احنا هنجيب صدور دجاج بصوص مش عارف ايه، لا 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 ابدا. الكلام ده كله يعني انا اسفه في اللفظ يعني لم فلوس. احنا بنلم فلوس وخلاص، وولادنا بتبعتر فلوسها، والاكل في الاخر ساعات والله ساعات ولادي لما حد بيهفوا الشوق كده ويجيب لازم يجي له مغص، لازم الاكل يبقى مش كويس. طب ليه يا جماعه؟ ما احنا ممكن نبدع ونوفر بالمنظر ده. هو زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا مني فيديوهات جديده ان شاء الله، وتنسيني باللايك عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات بتاعتي.